إنما هو المهدي واحد. نعم. فقط قد يختلفون في التفصيل. نعم. فالمهدي عند الشيعة هو الابن التاسع أو الولد التاسع أو الإمام التاسع من ولد مولانا الإمام الحسين. نعم. فهو محمد ابن مولانا الإمام الحسن العسكري، ابن مولانا علي الهادي، ابن مولانا محمد الجواد، ابن مولانا علي الرضا، ابن مولانا الإمام موسى الكاظم، ابن مولانا جعفر الصادق، ابن مولانا محمد الباقر، ابن مولانا علي زين العابدين، ابن مولانا الإمام أبي عبد الله الحسين، ابن علي بن أبي طالب، ابن فاطمة الزهراء بنت سيد الخلق رسول الله. هذه هي السلسلة النسبية للإمام المهدي عند الشيعة. وجاءت عندهم بيقين التواتر في الأحاديث الواردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. يشاركهم في هذه الأحاديث كثير، أقول كثير وليس إجماع، كثير من علماء السنة مثل السيوطي، مثل العماد الحنبلي في شذرات الذهب، مثل الصواعق المحرقة لابن حجر، ولابن حجر تآليف كثيرة حول الإمام المهدي. القول المختصر في علامات الإمام المهدي المنتظر، مؤلف مستقل لابن حجر الهيثمي عن الإمام محمد ابن مولانا الإمام العسكري المهدي المنتظر. وكذلك الإمام السيوطي له تآليف كذلك مستقلة عن الإمام المهدي المنتظر، ويقول أن الإمام العسكري قد ولد له الإمام محمد وهو الإمام الثاني عشر عند علماء الإمامية من الشيعة. كثير من المحققين من أهل السنة يتفق مع إجماع الشيعة على أنه الولد التاسع من أبناء مولانا الإمام الحسين. وبعض أهل السنة يرون أنه في شخصه التفصيل بقى، صحيح في إمام مهدي منتظر وفي إمام قائم يقوم بالأمر وبالخلافة المهدية، الخلافة على الأمة الإسلامية، وتجتمع حوله جميع الأمم وينشر الإسلام في جميع بقاع الأرض. هذا كلام أساسي متفق عليه عند الطرفين.